بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم فيديو النهاردة إن شاء الله عن الفراخ البيضاء وكل مميزاتها وعيوبها، وإزاي نوصل بها لأعلى وزن وبأقل تكلفة إن شاء الله، وعن البدائل بتاعة الفراخ البيضاء وإزاي نتجنب المشاكل بتاعتها والمخاطر بتاعتها والوقت المناسب للتسمين، وازاي ان احنا نبدأ بيها كمشروع او نربي للبيت كاكتفاء ذاتي. كل ده ان شاء الله هنتكلم عنه النهارده في الفيديو بتاع النهارده، وهنرد برضه على بعض الاسئله اللي هي هل الفراخ البيضاء بتبيض ولا ما بتبيضش، وينفع ان انا اعمل منها قطيع او اخد منها سلالات. كل ده برضه ان شاء الله هنجاوب عليه في فيديو النهارده. ولكن اتمنى من الناس ان هي تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يصلهم كل جديد، وانصحكم بتابعة الفيديوهات الموجودة على القناة علشان الناس تستفاد وتتعلم. قناتنا بتتكلم عن كل شيء، عن الطيور وعن الحيوانات وعن الزراعة وعن كل شيء.